يسعد أوقاتكم يا غوالي. اليوم الطقس عنا بالشام كتير برد ومطر، لهيك ما قدرت طلع التوأم، بس حبيت فرجيكم. بالعادة بس نطلع بالذات يوم الجمعة شو باخد معي غراض، شو يلي بيلزمني وشو يلي ما بيلزمني، فخليكن معي لتشوفوا طريقتي بتنظيم الأغراض بالشنعتي. ما فيني أقول بشنطاية واحدة لأنه بيلزمني بصراحة كتير أغراض. وخبروني بالتعليقات شو في شغلات إنه أنا ممكن استغني عنها أو حاطة منها كمية زيادة. خلونا نفيد بعض بهذا الفيديو كمان. هلأ بحاول إنه أطوي الثياب والغيارات القطن بطريقة ما تاخد كتير مساحة مني بقلب الشنطة، وبحاول كمان إنه دائما الشنطة تكون مرتبة ومنظمة، واستغل فيها كل زاوية لتوسع الأغراض بقدر الإمكان. بس بدي إلكن بالذات بالدول العربية إنه الجو كتير بيغدر فينا، فلهيك أنا دائما بحاول خلي معي ملابس إضافية تكون أسمك بشوي، مشان فجأة إذا غابت الشمس أو انقلب الجو يعني ما كتير اتلبك أو خاف إنه الولاد يبردوا أو يمرضوا لا سمح الله. أخدت بالشنطة مثل ما شفتوا 2 غيارين قطن، وأخدت معهم كمان 2 غيارين بس هن مو قطن، بيجوا أسمك شوي، كتير فادوني بالشتوية. وضبيت كمان بناطلين قطن خفيفة. أنا ما بستخدم الكولون، بحسه كتير صعب يعني، وبالذات إذا طالعة برا البيت بجيب من هدول البناطلين القطن يلي بتكون اجرن مسكرة، يعني حتى ما في داعي اني لبسهم جرابات، او اذا كنت ملبستهم شي مفتوحة رجله فخلص هذا بيغنيني عن الجرابات او عن البوط او اي حذاء تاني. استخدم هاي المحارم المعطرة فيها ميت وايبس، هاي صناعة تركية بزيت الزيتون، وفي منها بصراحة 3 أنواع يعني لنفس الماركة. أنا كتير عجبتني لأنه ما حسست لي ولادي، وهي يعني فيها ريحة. أول فترة كنت عم بستخدم المحارم يلي بتجي بس يعني مي من دون أي ريحة، بس هلأ طالما كبروا شوي صار فيني استخدمها، وطالما يعني الحمد لله ما تحسسوا منها ولادي، كتجربة إلي كانت كتير منيحة. وأخدت معي أفرولات يكونوا دائما بحاول إنه يكونوا سهل تلبيسهم، مشان في حال اضطريت إني غير لهم ثيابهم أو أي شي كون أخذه معي شي مريح، شي سهل إني أقدر غير لهم بأريحية. أخدت لهم 4 أفرولات، 2 بكم و2 بيجوا هيك مثل شيال، لأنه أنا بكون يعني هيك ملبستهم قبة عالية فوق البربطوز، بكون ملبستهم هاي القبة عالية، فإذا حسيت إنه الجو صاحي أو الشمس قوية وهيك فبلبسهم من هذا يلي خبرتكن عنه يلي بيجي شيال، مشان ما في داعي يلبسهم أكتر من كم إذا كان الجو صاحي يعني. وحتى طريقة تلبيسه مثل ما خبرتكن كتير سهلة. وعلى سيرة الغيارات بدي أخبركن هاي القصة اللي صارت معي. دائما كل ما ننوي على طلعة أنا وزوجي إنه بيكون يوم الجمعة خلص مقررين ناخد الولاد على شي حديقة ونطلعهم وهيك، فبتكون إنه خلص يلا مستعجلين ننزل، شربتهم ونيمتهم وضبيت الأغراض وكل شي، بيصيروا فجأة إنه خلص بفيق واحد ضل عم يبكي، فبصير بدله، برجع بشربه حليب، بيرجع بده ينام، لازم هزله يا أما بدي ضلني حاملته، فبيرجع بفيق التاني كمان نفس الحكاية. بتطلع أنا هيك بقول يا الله لك بس استنوا شوي، يعني 5 دقايق حنخلص وننزل. عن جد بحسن إنه كيف إنه هن بيعرفوا إنه يلا رايحين، واحد بفيق والتاني يلا صار دوري أنا كمان عذب وما بعرف شو. عن جد بحسها هاي دائما هيك مؤقتة معي. أنا كمان أخدت معي لهاية. بصراحة أولادي ما عودتهم على اللهاية أول فترة، وندمت أني ما عودتهم عليها طبعا. بس هلأ من جديد عم حاول إنه أعود ابني، فكتير حسيته مزاجي بهاي القصة إنه أوقات بياخدها وأغلبية الأوقات لا ما بياخدها، بس باخدها معي احتياط. يعني بنتي أبدا ما بتاخدها.
كمان ما بنسى ألعابهم آخدلن إياها، بالذات يلي بيطلعوا أصوات، بيطلعوا يعني مثلا إذا هزيتها بيطلع منها صوت وحركة وهيك. هدول الشغلات كمان كتير بتساعدني، لأنه بالسيارة يعني أغلبية الوقت إذا حدا بكي فدغري التاني بيسمعه عم يبكي بصير بيبكي معه، فلهيك بحاول أعمل كنترول وأخدلن الشغلات يلي هن بيحبوها ويلي already يعني بيسكتوا فيها. دائما كمان بحاول ما أنسى الأدوية، باخد دواء البنادول اللي هو خافض حرارة، لأنه ما بعرف يعني لا سمح الله شو الواحد بيصير معه. مثلا ياما بنكون نازلين تتعطل فينا السيارة أو بيصير مشوارنا أطول، يعني إنه صرنا نعبي بنزين ناخد شوية غراض كذا، فإنه احتياط باخده. باخد معي دواء المغص، بتعرفوا أول فترة الولاد كتير بتمغط، وهدول الأكياس كمان باخدهم مشان في حال حدا بلت يابه أو لازمني لتبديل أي شي، فبيكون معي هدول الأكياس السود دائما موجودين بالشنطاية. وشفتوا كيف صورت لكم هذا البخاخ هو السيروم الملحي، كمان كتير ضروري لتنظيف الأنف، لأنه بالذات هلأ بالشتاء بتحسوا الولاد كتير بحاجة إنه يكون أنفهم دائما نظيف وما فيه أي شي. هلأ خلصنا تجهيز أول شنطة بخير وسلامة، وبنجي للشنطاية التانية. هلأ الشنطاية التانية أنا بحط فيها بالعادة المي. هاي المي بكون غاليتها وبتكون سخنة ومعقمة. هذا الإبريق هو حافظ حرارة، بخليه على درجة حرارة معينة وبسكر عليها، باخدها كمان معي. فمنوصل لهون الغرض يلي كل العالم ضاجة فيه، يلي هو حليب الأبطميل. أكتر من حدا نبه وطلع وحكى على السوشيال ميديا إنه نبعد عن هذا الحليب، بس مو هون المشكلة. المشكلة إني أنا جايبة منه كميات كبيرة، فما بعرف إنه هذا الحليب هو ال AR تبع الارتجاع، هو هذا نفسه اللي حاكين عليه أو الأبتميل العادي. فخبروني بالتعليقات إذا وصلتوا لهون لعند هاي الفقرة وطلعت لكم، فخبروني وانصحوني شو أعمل بباقي العلب اللي عندي. وكل شي مضبوب وناطرين يوم الجمعة لحتى نطلع مشوارنا. باخد معي هدول الأفرولات السميكة للولاد، بلبسهم ياهن قبل الطلعة. أول ما تطلع الشمس بغير لهم ياهن، بس هدول دائما موجودين معي. حتى أوقات ما باخد لهم حرامات، باخد لهم هدول ممكن وهن متسطحين أو قاعدين بقلب العرباية إنه حطهم عليهم بدل الحرامات، وما كتر معي غراض قدر الإمكان. وإذا وصلتوا لنهاية الفيديو وحبيتوني لا تنسوا تدعموني وتشتركوا بالقناة. بحبكم كتير، باي.